Hello everybody, welcome back. What's up؟ أنا عارف ما نزلتش فيديو كل أسبوع زي ما وعدت، بس يعني في كليات، في امتحانات، في حاجات، بس عادي ممكن نطمن على بعض يعني كأسرة. كلموني على الفيسبوك أو على الانستجرام نخش كده نطمن على بعض، لأنها بفضل الله زي ما كلنا عارفين إحنا أقوى وأكبر أسرة على اليوتيوب، ولازم نبقى أقوى وأقوى. وأعتقد البداية لازم يكون لينا اسم، يعني عندك جمهورية شادي سرور، أسطول مهاب شادي، الجيش محي ياسر. احنا ملناش اسم، واحنا مش اقل منهم في حاجه، بالعكس احنا اكبر واعظم اسره على اليوتيوب، فلازم يكون لينا اسم. اكيد مش هنسميها صاعقه وهب، بس يعني جيش واسطول صاعقه. وانا قعدت افكر كتير ايه ممكن يكون الاسم اللي ممكن يوصفنا او يخوف اعدائنا زي الاساطيل التانية والجيوش التانية. فانا اخترت الاسم لاكبر اسره على اليوتيوب بتاعتنا، هنسمي نفسنا الوهبجيه. يعني انت لو بتتفرج عليا يبقى انت وهبجي، وانت لو بتتفرج عليا تبقي وهبجيه. فانضم لاكبر واقوى اسره على اليوتيوب في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا، ودوس سبسكرايب. ده بجد يا جماعه شيء فشيخ، يعني اللي انا اتعرفت على ناس جامده فشخ منكم. يعني احنا بدانا من 0 سبسكرايبر ل 17,000 سبسكرايبر في 8 شهور بس. ال 8 شهور دول عملت فيهم 8 فيديوهات، فيعتبر قليلين فشخ. بس المهم اللي دي حاجه تساعدني جدا ان انا اتعرف عليكم اكتر. يعني عمال الوك كتير، يلا نخش في الفيديو. انا لقيت فيديو مهم جدا لكل بنت بتعاني من عدم ثقتها في نفسها، لان الفيديو ده هيرفع الروح المعنويه لاي بنت. فكل بنت تنتبه للصفات اللي هنقولها في الفيديو ده، عشان لو الصفات دي فيكي مبروك بقيتي ملكه. مقهورين من الملكه، صح ولا لا ساسو؟ البنات اللي فيها الاربع صفات دي تتعامل ملكه. البنت يا جماعة كان لطيف جدا، حاجة كيوتية في نفسها كده، ما ينفعش تزعل، اوعى تزعلها او تضايقها، اعملها برقة وحنية كده. اهم حاجه تكوني كيوتايه في نفسك، كيوتية في نفسك. لانك لو مش كيوتايه في نفسك يبقى في حاجه غلط. بس احنا هنا جايين نحل ده. وانا لاحظت ان في 4 حاجات بتعملها البنت، يمكن ال4 حاجات دول اكتر حاجات بتشدني. 1، البنت اللي عندها غمازة. تخيل كده حبيبتك بتضحك كده وفي نقطتين هنا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه ده يا جدعان؟ يا نهار ابيض يا جدعان على الغمازه يا جدعان. طبعا اول صفه في البت الكيوتيه في نفسها هي الغمازات. معلش بقى لو انت ما عندكيش غمازات للاسف ما بينطبقش عليكي المواصفات بتاعت البنت الكيوتية في نفسها. ف you should kill yourself. انا كنت خايف اعترف لك من زمان، بس انا معجبه بيه، والمفروض يعني نتصاحب. مش عارف والله اقول لك ايه، بس يعني انا كنت معاهد على نفسي ان انا صاحب بنت كيوتيه في نفسها عندها غمازات. للاسف انت ما عندكيش غمازات خالص، اصلا مش حلوه. انت عايشه ليه اصلا؟ انت شكلك مش حلو، انا مش عاجبني شكلك. فين الغمازات؟ هو في غمازات؟ مفيش غمازات. مش البنت الكيوتيه اللي انا بحلم بيها، لا. ها هتنتحري امتى؟ دي يعني بعتبرها ايه، تركية كده، حاجة نضيفة. البنت اللي بتعرف ترفع حواجبها. البنت اللي بتعرف ترفع حواجبها. دي يعني يعتبر الأغلبية البنات القمحية، اللي هم الروح الحلوة القلب الطيب دول. الاغلبيه في البنات القمحيه بيعرفوا يرفعوا حواجبهم. طب البنات البيضة والسمراء ما بيعرفوش؟ هو مين اصلا ما بيعرفش؟ وايه اصلا مثير في كده؟ انا عايز اعرف الواد ده عايش مع مين بالظبط، وحواليه بنات عاملين ازاي؟ يعني ايه البنات القمحيه بيعرفوا يرفعوا حواجبهم؟ لا معلش، مش البنات القمحيه، يعني معظم البنات القمحيه. الأغلبية البنات القمحية. البنات التانية لا ما بيعرفوش يرفعوا. مين اللي ما بيعرفش شيء فاكين يرفع حواجبه؟ مين اللي ما بيعرفش يرفع حواجبه؟ البنت اللي بتعرف working. Oh my god. حد يقول الكائن ده ان كل البشر بيعرفوا يرفعوا حواجبهم؟ holy shit dude. holy خرا. رقم 3، البنت اللي بترفع البنطلون في الشارع. what هل يا جماعه ده هل هو عايش معانا في نفس الكوكب؟ البنت اللي بترفع البنطلون في الشارع، تخيل كده. انا مش عارف يا بص. holy fuck holy shit. البنت اللي بترفع البنطلون في الشارع، تخيل كده واحدة كيوتاية رقيقة ماشية جنبك وهوب دبل كيك تقوم جايه رافعة البنطلون في الشارع. ايه اللي بيقوله ده؟ طب انا لسه افهم هو ايه اللي بيقوله ده؟ انا قعدت افكر هو يقصد بايه بانها ترفع البنطلون في الشارع، وهل في بنات فعلا يعني
مش عارف بتمشي بالبوكسرات مثلا في الشارع. معلش انا بس حابب يعني اتوقف في الحته دي يعني عشان معلوماتي الشخصيه مثلا. هو احنا مثلا كرجاله بنقول على الايه على الاندر وير بوكسر تمام يعني بالعربي. البنات بقى بتقول عليه بوكسر برضو ولا بتقول عليه ايه بقى؟ مش عارف انا ليه خرجت من الموضوع، هو لا يعنيني شيء بس يعني I don't know. Is it boxer؟ عارف انا نفسي في ايه؟ انا نفسي في بنت تكون عارف لونها قمحي وتكون كيوتايه وبتحب الضحك، يكون شعرها طويل وبترفع البنطلون في الشارع، تكون عينيها حمراء واسمها جميل، اخرج معاها على طول في الشارع بتحس بيا. بتقول ايه يا ابني؟ طبعا عمري ما شفت بنت بتسقط البنطلون في الشارع. لو هو يقصد كده ما فيش بنات بتسقط البنطلون في الشارع. وهوب دبل كيك تقوم جرف على البنطلون في الشارع. يا جماعه ده نجوم هوليوود الامريكان اللي احنا بنبقى بنتشعلق نبص لهم دول بيعملوا كده، ما بالك بقى بنت من بلدك وبتعمل كده. كتير مننا بيمشي في الشارع وهوب دبل كيك بنت بترفع البنطلون في الشارع، تقوم بقى قايل في نفسك يا جماعه ده احنا في هوليوود ولا ايه؟ حس كده بالايه بريحه الايه الاجانب. وطبعا احنا ايه بنحب البنات الاكتر الاجنبيات مش البنات المحليات، زي الثقافه القديمه اللي هو عارف ايه حوار قريش اللي احنا مثلا نغزو دول تانية عشان نجيب نسوانها. يعني نفس الفكره. هو تقريبا عنده فتش بنطلونات وعايز يتعالج، فدي مش مشكلتنا. بنت اللي عينيها عسل، تخيل كده تبقى ماشي او واقف بتبص في عينها وهوب دبل كيك كده الشمس تضرب في عينها. يعني انا عيني عسل كده، تخيل كده الشمس تضرب في عينها. يا نهار ابيض، حاجه من الجنه وربنا يا جماعه. تخيل الشمس بتعمل هوب دبل كيك في عينيها. يا نهار جمال شيت. لو عينك زرقاء وخضراء لو عينك سودا روحي اقتلي نفسك، انت عايشه ليه اصلا؟ هما دول الاربع حاجات، بس في حاجه تانية. البنت اللدغه اللي هي مثلا جرجره تقولها جايجيه، اللي بصوا دول عشق لوحدهم كده، دول حاجه خاصه تتعامل معامله خاصه. ويا سلام لو بنت عندها ميكس حاجتين او 3 حاجات، يا لهوي. الفيديو ده تمنشنوا لاصحابكم اللي عندهم كده، او انت اللي عندك تخش تعلق وتقول عندك ايه من دول، وشير عرفهم ان انتم ملوك ولازم تتعاملوا معامله ملوك. وانتوا برضه يا جماعه قولوا لي في التعليقات انت عندك انهي صفه فيهم؟ ترفع البنطلون في الشارع؟ بتضرب هوبا دبل كيكه من الشمس بتضرب في عينيك؟ ولا بقى ايه متخلف عقليا وعندك كل الصفات اللي موجوده اللي احنا قلناها دي وعايش معانا مالك كده واحنا مش عارفين؟ مع احترامي طبعا لاي متخلف عقلي، لان يعني at this point انت ما تعرفش مين المتخلف عقلي، احنا ولا هم. تعال نخش في التعليقات وندور على اي حد عادل. يعني اكيد طبعا في التعليقات بيقولوا له انت ايه العبط اللي بتقوله ده، يعني اكيد الناس مش هتصدق. فاحنا نخش التعليقات ونتفرج على الناس اللي سمعت الفيديو وعلقت عليه. انا بقى عندي كل دول، عندي غمازات وبرفع حواجبي ولوني قمحي وبرفع البنطلون في الشارع على طول، بس عيوني سمرة مش عسلي، بحبك يا سوسو. عندي كله ما عدا رفع البنطلون دي، او يمكن برفعه ساعات. عيني عسلي، برفع حاجبي، قمحيه وروحي حلوه. خالد حد عنده مدرسه بكره زي ايمن بيقول، يعني المفروض حد عنده مدرسه بكره زي ايمن وخالد. حد عنده مدرسه بكره زي ايمن وخالد بتقول انا لدغه على فكره، انا بنت واسمي سلسبيل ولدغه في حرف السين. مصدقينك يا حد عنده مدرسه بكره زي ايمن وخالد؟ الناس دي بتجيبوها منين؟ انا عندي غمازه بس بسيطه خالص. انا لما كنت صغيره كنت برفع البنطلون، انا ارفع حواجبي. نايس يا دودو. ملاك وعيوني هلاك بتقول يا اسلام انا عندي غمازات ويا لهوي بعرف ارفع حاجب واحد بطريقه روعه تجلط، وعيوني لونها ازرق فاتح، وعادي ممكن ارفع البنطلون في الشارع، بس المشكله انا بنطلوناتي كلها ضيقه، بس انا مش لدغه عادي يعني انا حلوه. نعمل ايه بقى في ملاك مع عيونها هلاك بقى. محمد بيقول على فكره انا بقى بعرف ارفع حواجبي وعندي غمازه بس انا بيضه قوي. صدقت يا محمد صدقت. رنا دي انا عندي هوايه رفع الحواجب. رنا تمثلني. اي حد بيقول لي هوايتك ايه اقول له عندي هوايه رفع الحواجب. قولوا له محمد اولا عندي غمازه واضحه جدا، ثانيا لون عيني عسلي، ثالثا برفع البنطلون في اي مكان. وحاجه تانية برضو. ايه الحاجه التانية يا لولو؟ انا من حق اعرف ايه الحاجه التانية يا لولو، انت ما قلتيش. لو بجد لازم اعرف يا لولو. انا مسام وانا الايه قاعده منسجمه وحاسه انك اكيد هتقول على حاجه فيا. طب دلوقتي انا ما عنديش اي حاجه من دول. مش عيب يا انا مسام، مش عيب. سميره بتقول انا ملكه
هو بص غصب عن اي حد انت ملكه. ماستاش جولز شيت فاكن سكسي سميره. برفع البنطلون في الشارع بغباء، وبرفع حواجبي وعندي غمازات بس مش في خدودي. امال فين؟ غمازات بتبقى في الخدود، يعني هو في غمازات بتبقى في حته ثانيه. الدرس التعليمي اللي نخرج بيه من الجوله اللي احنا عملناها دي انك تحمد ربنا لانك احسن من ناس كتير. طبعا المفروض هنا اقول كلمه ان مفيش معايير للجمال، وكل بنت المفروض تبقى كيوتيه من غير اي حاجه، وما تخليش اي معايير تحدد انت جميله ولا لا، لان الجمال جمال القلب. شكرا لاي حد اتفرج على الفيديو لاخره، لانك لو وصلت للاخر تبقى انت وهباجي اصيل. واي حد هيكتب في الكومنتس اللي هو بيعمل زرار بتاع نوتيفيكيشن وانا هقول اسمه في اخر الفيديو اللي جاي. شكرا يا جماعه، ما تنسوش برضه تعملوا真的不是谁。